اهلا بيكم في قناتكم ايه هاردوير. معاكم ادم حسن، والنهارده معانا مراجعه جديده. عارف انا واخد بالي منك انت اللي متابع على فكره. حصل تغييرات كتير جدا في السيت اب ما شاء الله، وان شاء الله يحصل تغييرات اكتر واكتر كمان قدام. لسه اصلا في تغيير هيحصل، بص هيغير كل حاجه باذن الله. يعني كمان في حاجات هنا موجوده في السيت اب لسه هنعمل لها ريفيو في فيديوهات تانية مختلفه. ويعني احنا هنسكت كده مثلا؟ لا، احنا لسه كمان هنعمل فلوج في مول لسه فاتح جديد، فلوج كبير قوي عامه. يعني ما علينا دلوقتي، سيبك من الكلام ده هنتكلم فيه بعدين. اللي هنراجعه النهارده ممكن يكون غريب على ناس كتير جدا، وناس تانية تقول لك طب انا ادفع في ده فلوس ليه؟ اصلا ده ملوش لازمه. هرد عليك وهقول لك اصبر عليا، بس اصبر. النهارده معانا الفايف فاين لي 6، وكمان هنعمل عليه مراجعه تفصيليه حرفيا. بص بعد استخدام اكتر من 14 يوم، استخدام يومي خد بالك ها، متاسفين على التاخير بسبب الامتحانات. المهم ان انا هقول لك التجربه كما هي بالظبط. لو انت اصلا ما تعرفش يعني ايه ستريم ديك من الاساس، فهو حرفيا بيخليك تنقل اي حاجه انت عايزها بضغطه زرار بس. حرفيا مش فاهم حاسك لسه، تعال افهمك اكتر. دلوقتي انا كادم لو انا ستريمر، لو يعني لسه شويه على حوار الستريم ده ما علينا، يعني بعدين لما الدنيا معايا توسع في حوار الستريمز هحتاج ان انا اشتري كذا حاجه عشان تساعدني في حوار الستريمز مره تانية. يعني مثلا لو انا لسه معايا اقتصادي هحتاج ان انا اجيب الستريم ديك ده جدا، لان انا مش كل شويه هقعد اظهر الديسكتوب والاو بي اس بتاعي على اللايف، بحيث ان انا بضغطه زرار بس اقدر ان انا انقل اللي في اللايف يبقى باصص على الكاميرا بتاعتي انا، مش باصص على الديسكتوب بتاعي او باصص على الديسبلاي كابتشر بتاعتي ده مثلا. يعني وحرفيا دي ليه استخدامات كتير جدا جدا جدا. طيب سيبك من كل ده بقى وتعالى نخش على الانبوكسنج. زي ما احنا شايفين كده الانبوكسنج حرفيا جاي في علبه صغيره، حرفيا ما فيهوش اي حاجه. كل اللي موجود في البوكس الصغير ده هو حرفيا حاجتين بس. ادي ده كده بقى كتاب التعليمات، وحرفيا بص احنا مش هنحتاجه تماما، لان انا حرفيا هقول لك على كل حاجه موجوده في الستريم ديك ده. جاي معاه وصله تايب سي ليو اس بي، كمان بيتحول لتايب سي تاني عشان لو انت لابتوب او ماك او الدنيا دي كلها تعرف ان انت تستخدمه بالتايب سي. والحاجه التانيه هو الستريم ديك نفسه بقى، بس مفيش اي حاجه تانيه. يعني مواصفات الدي 6 بقى نفسه اللي ما حدش عارفين نتكلم عليه على اليوتيوب كله، ما اعرفش فيه ايه يعني، ما علينا، كل واحد بيخش يجربه كده وخلاص، بس مش مهم، ما علينا، مع احترامي لكل الناس طبعا. الدي 6 جايب 15 شاشه ال سي دي، الوانها مقبوله جدا على سعره، ولكن مش افضل حاجه عامه، بس هو افضل حاجه في السعر طبعا. الوانها بس تحس انها بهتانه شويه، لكن مقبوله جدا بصراحه. يعني انت كده مش هتتفرج مثلا على فيلم مثلا جوه الستريم ديك ولا حاجه. يعني بالنسبه بقى لجزئيه الخامات، فالخامات حرفيا حلوه جدا 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 المره دي. ليه كده؟ الخامات بقى بصراحه بتاعت الستريم ديك ده فهي ممتازه جدا، ولكن طبعا مش افضل حاجه، هي مقبوله، لكن طبعا ما فيهاش بقى المونيوم والكلام ده كله، لا انسى الحاجات دي طبعا. لكن هي كستريم ديك او حاجه للستريم ديك فهي لا، الخامات فعلا ممتازه جدا. بالنسبه بقى لحوار السيت اب بتاعه فهو حرفيا ما فيش اسهل منه. حرفيا انت كل اللي انت هتعمله هتفتح جوجل كروم وتكتب فايف فاين دي 6 سوفت وير بس كده. انت حرفيا اول لينك هيقابلك هيكون على السايت بتاع فايف فاين، هتخش تحمله للويندوز، خلاص كده الموضوع خلص حرفيا. مش تقعد بقى تقول ايه ده وازاي ده وده بيتعمل ازاي وايه البطل بالي ده ومش عارف ايه والكلام ده كله. حرفيا من الوضع ما فيش اسهل منه صراحه. مش هخش معاك قوي في حوار السوفت وير ده، ولكن انت اكتشف لان هو حرفيا بقول لك مفيش اسهل منه اصلا. انت مجرد ما انت تفتح انت تفهم اصلا القائمه لوحدك عامه. يعني بص انت حرفيا بتسحب اي حاجه انت عايزها وتحطها في الزرار اللي موجود هنا في السوفت وير، بتلاقيه ظهر عندك في الستريم ديك، خلاص الموضوع خلص كده. انت حرفيا مجرد ما انت تسحب الابلكيشن اللي انت عايزه وتحطه في الزرار، او حتى من على القائمه اللي موجوده على اليمين في السوفت وير، حرفيا عندك في القائمه دي حرفيا خصائص بلا عبيط تقدر انت تعملها، زي توطي صوت عليه، حاجات كتير جدا عامه يعني، وحاجات كمان ليها علاقه بديسكورد واو بي اس. ما ننساش ان الستريم ديك ده كومباتبل جدا مع او بي اس. تعال بقى نتكلم عن المميزات والعيوب. المره دي انا هعكس، بدل ما كنا بنبدا بالمميزات الاول، لا انا هبدا بالعيوب وبعد كده المميزات. العيوب هنا بقى بما ان انا بستخدمه بقالي اكتر من 14 يوم، فحرفيا في كذا عيب ظهر كده لازم اقول لك عليه، اكلمك عليه دلوقتي حالا. بص يا باشا، اولا ضغطه الزرار مش الطف حاجه بالنسبه لي بصراحه. ممكن بالنسبه لك انت تتقبلها، بس بصراحه انا ما تقبلتهاش بسبب ان انا لازم اضغط للاخر، مش من اقل دوسه بيتنفذ. فساعات بيحصل معايا موقف كده ان انا لما باجي ان انا ادوس على الزرار ساعات تلاقي الامر مش بيتنفذ لان الزرار ما نزلش للاخر، فلازم ان انا ادوس تاني. لكن بالنسبه لك اعتقد ان انت ممكن تتقبل عيب زي ده. بس حرفيا فايف فاين لو كانت عملت الستريم ديك ده تاتش وغلت السعر حاجه بسيطه، حرفيا كانت هتغزو السوق بيه بجد. لو حرفيا في شركه تانية عملاقه في الحوار ده كله واحنا عارفينها كويس جدا، مش ينفع ان انا اقول اسمها، كانت هتقلد فايف فاين اصلا. يعني ما اعرفش الحوار ده مش عايزين تطبقوا لي بصراحه، يعني ما علينا. خش على اللي بعده يا مع الاستخدام بقى. لاحظت كذا حاجه غريبه حصلت معايا. لاحظت مثلا ان ضغطه الزرار ساعات تلاقيها علقت معاك، يعني انت دوست على الزرار تلاقي ان الزرار الامر لسه عمال يتنفس او عامل هولد، مع ان انا مش عامل هولد على الزرار، هو الزرار معلق ده لوحده. بس بصراحه عشان اكون واقعي معاك وامين معاك، على مدار ال 14 يوم تقريبا حصلت معايا 3 مرات بالظبط، عشان ابقى واقعي معاك بصراحه. اخر حاجه معانا وهو التصميم. التصميم ماله؟ تصميم جامد موت، وحرفيا ار جي بي بص فاجر. انا بقول لك هو فايف فاين في حته الار جي بي دي جامده جدا، بس الستريم ديك نفسه كان عايز تصميمه يكون واقف شويه على رجليه، بحيث ان
ان هو يكون سهل في الاستخدام، ما يضطرش ان انت تبص بعينك لو هو بعيد عنك، تبص بعينك على الزراير تدوس فين بالظبط. بس انت كده كده هتحفظ بعدين اماكن الزراير، بس انا بقول لك برده العيب ده يعني. نخش بقى على مميزات الفاي فاين دي 6. هنبدا مع بعض بحوار الار جي بي، وحرفيا انا بقول لك حوار الار جي بي ده في موضوع فاي فاين اصلا نفسها، لا الار جي بي بتاع فاي فاين جامد جدا، جامد جدا 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 يعني. عارف انت ليه ما تتوصاش في جزئيه زي دي. وزي ما احنا قلنا الخامات بتاعته مهم، مميزاته اصلا ده كده كده اساسي يعني. ما ننساش كمان ان السوفت وير متوافق مع اغلب البرامج واغلب الانظمه عشان نبقى فاهمين. طبعا اهمهم زي ما احنا قلنا من شويه الاو بي اس والديسكورد. نيجي بقى لحجم الستريم ديك ده وحجمه، مش تصميم عشان انت دماغك عارف انت تروح لحته بعيده، انا فاهم انا الجزء ده كويس. حجمه حرفيا بص صغير كده، وحجمه حلو قوي قوي قوي، حرفيا مناسب لاي مكتب، انا بقول لك الحقيقه مناسب حتى للتنقل. ما اعرفش مين المجنون هيتنقل بستريم ديك، بس ما علينا يعني. نيجي بقى لحاجه كمان وهو سطوع الشاشات في الفاي فاين دي 6. سطوع الشاشات هنا مش متوضح بالظبط كام نتس، ولكن صراحه بالنسبه لي هو ممتاز جدا، بيعلى وبيوطى بكل حاجه. وكمان السطوع لما بيعلى يبقى ممتاز جدا وعالي عامه يعني، عشان نبقى فاهمين الجزئيه دي. زي ما قلت لك العيب الوحيد في الشاشات هو ان الوانها بهتانه شويه بس مش اكتر. وحاجه كمان ضيف على الستريم ديك ده ان هو بيتبصم بسهوله جدا، حرفيا من اقل لمسه تلاقيه بيتبصم. نيجي بقى للجزء اللي محدش بيحبه في مصر، انا عارف الحوار ده مصر تحديدا، وهو واتس اباوت ذا ماني. عارفك انا والله. الحقيقه هو ثمنه على الموقع فاي فاين الرسمي $78، ونازل عليه عرض ل $66. طبعا ده يعني بدون جمارك عشان نبقى واقعيين. بس الامانه انا دفعت عليه بالظبط 450 جنيه جمارك عشان ابقى واقعي معاك. يعني تقريبا لو انت هتجيبه من مصر هنا من تاجر هيقف عليك في رينج ال 5500 جنيه. لو انت هتجيبه بنفسك من الصين وهيجي لك عن طريق بقى الشحن والكلام ده كله هيتكلف حوالي رينج ال 4500 جنيه ده بالمصري اهو. بص انا مش حارمك من حاجه تقريبا يعني. بس كده يا رجاله قولوا لي ايه رايكم في الاستريم ديك ده، وحرفيا ان شاء الله بلا مقاطعه هنطلع بيه استريمات، بس مش دلوقتي لان لسه السيت اب بيجهز عشان ابقى واقعي معاك يعني. ادعي بس السيت اب يجهز عشان لسه قدامه شويه، عشان انا لسه هنقل الاوضه تماما يعني. ما علينا، المهم ان الاستريمات اصلا كده كده هتكون على كيك، فعايزين نبدا ان احنا نظبط الحوار ده من دلوقتي عشان نبقى فاهمين بس. وحاجه كمان للناس اللي عاشقين ماركه فاي فاين زي انا كده مثلا، تحديدا اللي بيصوروا بره البيت او اي ار ال، فانا مش ناسيكم بصراحه. وبعت الفاي فاين عشان تبعت لي مايك وايرلس للتصوير بره البيت بقى والكلام ده كله يعني. خلي المايك ده نفسه مفاجاه، انا مش عارف لسه انا هستخدمه ولا لا، بس لما يجي كده ونشوف صورته ازاي يعني، ايه الهبل ده صوته، ما علينا. ونداء اخير لشركه فاي فاين عشان اتاخرت في الريفيو ده جدا، بس انا بصراحه كان عندي امتحانات وكمان كنت بجرب الجهاز، فايام سو سوري صراحه يعني. يا فاي فاين يعني ايام سو سوري ده انجليزي ليه يا مرسي؟ بس كده يا رجاله.